ولا انت عندك كرامه؟ ما تمدش ايدك. ولا انت عندك ما كرامه؟ تمدش ايدك. لا همد ايدي. لا ما تمدش ايدك. صدقوا يا جدعان، الملابس الداخليه بتاعته مقطعه. احلف. لا هتحلف عشان انا هقوم اقلع الشورت دلوقتي قدام الكاميرا. تقلع الشورت؟ والله العظيم اقلعه. بس يا ابني انت ان احمد اخويا ده من اوسخ واوعى. انت ما شفت اوسخ وازبل منك وانا مش هكمل الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طيب يا جدعان، النهارده انا جايب فكره فيديو جديد وفكره مقلب جديد اول مره يتعمل على اليوتيوب كله. انا سخن على احمد اليومين دولت ولازم اديله كده ورا بعض ورا بعض ورا بعض عشان افوقه واعرفه انا مين وهو مين. فكره الفيديو النهارده انا هخلي احمد، عارفين الورقه المبلوله؟ انا هخلي احمد اخويا زيها بالظبط وهكسفه قدامكم، بس طبعا ده مقلب وهقل منه، مش عايز احرق لكم الفيديو. وفكره الفيديو اللي انا معرفها لاحمد ان هي مميزاتنا وعيوبنا، المفروض ان انا هقول المميزات والعيوب اللي فيه وهو هيقول المميزات والعيوب اللي فيا. بس بقى انا هروح قايل له ايه مميزات وعيوب هي مش فيه اصلا، هجننه بمعنى كلمه هجننه. قبل ما نبدا الفيديو دوت ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا. يلا بينا. طيب يا جدعان، فكره فيديو النهارده ان انا مجمع معلومات عن محمد وهو مجمع معلومات. احنا مش محتاجين نجمع معلومات عن بعض، بس احنا طالعين بكل صراحه ووضوح قدام الفيديو ان انا هقول المميزات والعيوب اللي في محمد، وهو نفس الكلام هيقول المميزات والعيوب اللي فيا، بس زي ما احنا متفقين بكل صراحه. ويلا يا جدعان نبدا الفيديو ونشوف مميزاتنا وعيوبنا قدامكم. جاهز يابا؟ ده في فضايح. فاهم ايه يعني؟ مش فاهم. عيب فيك فاكيد هعرفه للناس، فدي فضيحه يعني. لا مش فضيحه. ماشي. ايه يعني؟ هو مفيش حد خالي من العيوب يعني. ماشي، ده كلك عيوب اصلا. يلا نبدا الفيديو، وهبدا باول عيب في محمد. اول عيب في محمد يا جدعان ان هو ما بيحبش يسمع راي حد وبيسمع الراي اللي في دماغه بس، وده عيب طبعا، صح؟ ماشي. ده اول عيب. ماشي. احمد العيب يا جدعان الوحيد اللي بيضايقني فيه وبيبقى واضح قوي ان هو بخيل بصراحه. انا بخيل؟ ايه ده بقى؟ ما تنتقدش عليا. ازاي يعني؟ انت عبيط يا ابني. ايوه سيبني بس انا اتكلم. عيبه بصراحه يا جدعان. لازم اتفاجئ. انت بتعبيط، حاجه مش فيا لازم لا، اتفاجئ. إزاي مش فيك يعني هو انا مش عارفك؟ ما انا عارفك. انا بخيل؟ ايوه يا جدعان، عيب احمد بصراحه اللي بيضايقني منه ان هو في سنه بخل كده لا، أنا وساعات مش بيبقى بخيل. بخيل قوي بصراحه. انا مش بخيل. انت هتحور. يا عم سيبنا بقى نتكلم بقى. قايلين بكل صراحه ووضوح. ايوه انا بقول بكل صراحه ووضوح انت بخيل. انا بخيل؟ انا بقول قدام الناس انت بخيل بصراحه. انا بخيل؟ ايوه بخيل بصراحه. احلف كده بالله. خلي بالك. ماشي يلا. سيبني بقى بعد اذنك اتكلم، ما تقعدش تضايقني وكل حاجه تقول لي احلف. انا بصارح لا، أصل- الجمهور. انت كداب، ما انت بتقولش صراحه. طب ماشي، قول انت الصراحه بقى. يلا قول انت. الهبل ده ايه ده؟ انت هتنزل ده ازاي يعني في الفيديو؟ احنا قلنا حاجه يا ابني. هو انا قلت حاجه عيب؟ انا بقول العيب اللي فيك ان انت بخيل بس. انا بخيل؟ ماشي. ماما، هو انا بخيل يا ماما؟ طب ماشي. امك كداب. مين هيشهد للعروسه غير امها؟ اختها المفروض. طب ماشي يلا. يلا بقى خش على العيب التاني. هو احنا هنقضيها عيوب؟ مفيش مميزات. هنبدا بالعيوب بعد كده المميزات. تاني عيب في محمد يا جدعان ان هو كداب جدا. يعني العيب ده بصراحه مش عارف، كداب جدا جدا. انا كداب؟ ما احنا بقى هنفضل بقى نقول حاجات مش في بعض. انت بتقول حاجات مش فيها، هقول حاجات مش فيك. انت عايز تطلعني وحش هطلعك وحش. لا بس انا مش كداب. يا عم ده يا عم عايزين نعمل فيديو حلو. ايه ده؟ هنفضل انا اقول لك وانت تقول لي لا، احنا عايزين نقول اللي فينا بجد. ما هو ده اللي فيك. انا برب انا بقول بجد. انا بقول بجد. لكن انت كده هتقعد تكذب. انا بكتب وانت بتقول الصراحه. ندخل يا جدعان على العيب اللي بعد كده. عيبه بصراحه يعني الحاجات دي اللي بعرفها بس. انا طبعا عشان اخوه قاعد معاه هي دي اللي بعرفها بس. صدقوا يا جدعان، الملابس الداخليه بتاعته مقطعه. طب احلف. لا هتحلف عشان انا هقوم اقلع الشورت دلوقتي قدام الكاميرا. تقلع الشورت؟ والله العظيم اقلعه. بس يا ابني انت مش بتقول الملابس الداخليه بتاعته مقطعه؟ بس بس انا الهدوم بتاعتي مقطعه. لا هو ممكن ما يكونش اللي انت لابسه دلوقتي ده. انت شفتني لابس بوكسر يا عم مقطوع؟ بلا بوكسر مقطوع. بصراحه يا جدعان الملابس الداخليه بتاعته ساعات عيب يطلع الكلام ده. ايه؟ عيب الكلام ده يطلع. الكلام ده مش موجود اساسا. انت عبيط يا ابني. ايه ده اللي مش موجود؟ انت ملابس ايه اللي مقطوعه؟ يعني انت عمر الشورت بتاعك الداخلي ما كان مخروم؟ لا والله العظيم 3. كداب. والله العظيم ده بيبقى مقطع.
مقطع. مقطع. انا هلبس مقطع. هلبسه مقطع ليه؟ انا بقول اللي بشوفه. طب ماشي، ما احنا كده كده بنلبس حاجات بعض، انت ما هو انا بلبس. لا انا ما لبست الحاجات دي ابدا ابدا، مستحيل. انا بلاقي الحاجات ديت كده بشيلها لك انت على جنب. مصحف انا لما بلاقي، انا مش عايز احلف والله، لما بلاقي الحاجات دي بقى، انا لما بلاقي حاجه مقطوعه كده بروح مكملها عشان ما تتلبسش تاني. لا 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 انت لا بتلاقيني لابس الحاجات مقطعه خالص. دي بتبقى مهريه. ما لا بصراحه لازم تطور من نفسك. اطور، حاضر اطور في ملابسي الداخليه، حاضر. طبعا الانسان لازم يبقى من بره وجوه نضيف. ما انت مش محتاج تقول لي كده. طب ما أنا مش محتاج انت تقول لي كده. بتتريق يعني على الداخلي والخارجي. يا ابني انت عمال تهرف ايه؟ انت عمال تتكلم وتهرف ايه؟ احنا هنقول الفيديو مميزات وعيوب، احنا عمالين نهرف ايه؟ ما انا بقول العيوب اللي فيك. طيب يا جدعان، انا عن نفسي هتكلم عن نفسي، انا هتكلم بصراحه. هو بقى مش عايز يتكلم بصراحه، دي حاجه بتاعته، بس انت المفروض احنا قايلين ان احنا هنتكلم بصراحه. انا عن نفسي. ايه ده بس انا بتكلم بصراحه. لا انت ما بتتكلمش بصراحه، انت ما بتتكلمش بصراحه. لا بتكلم بصراحه. انا بلبس بوكسرات مقطعه. يلا بس يا عم احنا بنسخن الجمهور، لازم الجمهور يسخن. يسخن عشان يتهزقنا احنا يعني ولا ايه؟ مش فاهم، انت عبيط يا ابني. ساك انت في ايه؟ اصل ايه يعني، ايه اللي الجمهور يا يسخن؟ عم ده فيديو بالحب كان. انا هتكلم بصراحه، انت اتكلم انت بقى ماشي براحتك. يلا. بس بص انت لو قلت من الواحد انا ههزقك. انت اتكلم بصراحه وانا اسخن الجمهور. اسمع مني. انا اتكلم بصراحه، لا اتكلم انت بصراحه واسخن انا الجمهور وهطلعك مسرح دلوقتي. يلا بس يلا، انا بعرف اعمل الكلام ده. يلا وانا ما بعرفش يعني. يلا يا حبيبي. انت بتزعق طب مش هقول حاجه. يا عم خلاص. طيب يا جدعان، وتالت عيب في محمد، انا هتكلم بصراحه لتالت مره بقول هتكلم بصراحه، ان هو خلقه ضيق وعصبي بس. ودي حاجه مش حلوه يعني، بتبقى حاجه في الانسان. والعيب ده على فكره فيا انا كمان، بس انا بقول بصراحه يعني، انا بقول بصراحه. صح، انت صح. العيب اللي بعد كده يا جدعان في احمد ان هو بصراحه ما عندوش كرامه، ولا كرامه ولا عزه عيل نفس. مهزأ وعيل مش محترم. الفيديو ده مش هينفع ينزل. ليه؟ انت ما قلتش حاجه عدله. انت ما بتتكلمش حاجه عدله. يعني انت عندك كرامه؟ اما انا ما عنديش كرامه. امال انت عندك انت ايه؟ عندك كرامه. طبعا عندي كرامه. طب وانا عندي كرامه؟ انت عبيط يا. ما عندكش كرامه. طب ولا انت عندك كرامه؟ ما تمدش ايدك. ولا انت عندك ما كرامه؟ تمدش ايدك. لا همد ايدي. لا ما تمدش ايدك. طب ما تخرفش في الكلام. ماشي. العيب يا جدعان ان هو ما عندوش كرامه. بص وهو كمان يا جدعان ما عندوش كرامه. لا اوعى بس بلا، لا انت بقى ولا قول انت إيه؟ عندك كرامه. يا عم لا اسمع بقى. انت قول ان هو احنا هنقضيها عيوب في بعض؟ احنا هنقعد نعاير في بعض ولا ايه؟ انا عارف ايه. احنا المفروض فيديو مميزات وعيوب. هو انا العيوب لحد الأول. دلوقتي انا ما شفتش غير عيوب، ما هو انت- وعيوب مش فينا اساسا. مش يعني انت اللي بتقوله ده مش فاهم. يعني انا لا بلبس حاجه مقطعه ولا انت لسه كرامه. انت عبيط يا. يعني ده عنده استعداد يروح يستلف فلوس من حد. انت مهزأ وما عندكش. يبقى لا انت يعني انا مهزأ. دلوقتي اوعى بس يعني انت كده. دلوقتي لما تروح تستلف فلوس من جوز اختك ينفع؟ لا طبعا. طب رحت ليه بقى؟ ايه انا رحت؟ انت شفتني رحت خدت حاجه من جوز اختي؟ اه ايه. امال مين اللي واخد منه 350 جنيه اخر مره؟ انا خدت 350 جنيه منه اخر مره. انا هروح استلف من حد 350 جنيه؟ انا رحت خدت من حد 350 جنيه. انت شفتني رحت خدت من حد 350 اختك اللي قالت لي. طب اختك مين؟ اختك. انت عبيط يا. ما هي مراته اللي قالت لي. اقعد بقى يا عم بقى انت. يلا عشان الجو حر. طب اقعد. انت بتجيب الكلام ده منين؟ اختك اللي لقيتها بتقول لي يا محمد تعالى اقعد بس تعالى اقعد. بتتصل بيا بتقول لي يا محمد ال 350 جنيه. بقول لها 350 جنيه. قالت لي احمد خدهم من سيد ونسي يديهم له. انت نسيت تديهم له؟ يعني انت هتقول لك انت وانا اللي واخدهم؟ هي اتصلت بيك عشان انت ما ردتش عليها، فراحت بتقول لي بتهرب بقى. انا بتهرب عشان مش عايز ادفع 350. فده اللي خلاني احط السؤال دوت في الفيديو ده. يبقى انت ما عندكش كرامه. احترم نفسك علشان ههزقك. احترم نفسك. طب يلا خش على يا ابني هو انت قلت حاجه؟ ما انا قلت اهو ما عندوش وانت كرامة. قلت حاجه برضه ما عندوش كرامه. يا عم ما تقعدش تضرب. طب يا وانت عم متهزق وما عندكش كرامه وزباله. لا يلا لا طب ماشي مستحيل. يلا انا هقول العيب بتاعي. يلا قول العيب يلا. ماشي. رابع عيب يا جدعان محمد لا لا ما تقولش الكلام ده. ما اقولش ايه؟ امال انت بتقول ايه؟ انا بقول يا احمد الصراحه. ما انا هقول الصراحه. انا ما بعرفش اكذب. انا هقول الصراحه. طب قول الصراحه. رابع عيب يا جدعان محمد مهزأ وقليل الادب، وبصراحه كده يعني ما شافش الباقي بجنيه. ستوب ايه؟ لا مش هنزل انا الكلام ده. طب ما تنزلش الكلام ده. أنا وانا مش اللي- هنزل الكلام انا ده. اللي همنتج الفيديو. طب ما انا ممكن ادخل امسح الفيديو لا عادي. طبعا مش تمسحه. طب ماشي. طب يلا. طب وريني كده هتمسحه طب ازاي. هفرجك همسحه ازاي. عشان اكسر لك عظمه. طب وريني انت بقى هتنزل الكلام ده ازاي. ماشي يلا. يلا.
مميزات احمد ان هو بيحب لا يلعب لا كورة. مالكش دعوه. هي دي الميزه اللي فيا. بحب الميزه دي فيه جدا ان هو بيحب يلعب كوره. سايب كل حاجه وهي دي الميزه اللي ما شفتش ميزه فيها غير ان انا بحب العب كوره. طبعا دي ميزه ما انا بحبها جدا. ماشي يلا. ماشي. انا قلت لك الميزه اللي فيك، قول لي بقى انت كده الميزه اللي فيا انا. انت ما فاكش ولا ميزه انا ما فيهاش ولا ميزه. ولا ميزه. العيب اللي بعد كده يا جدعان في احمد ان ريحه رجله وحشه، حتى لو لبس شراب نضيف وكوتش جديد. احنا هو انا لابس شراب نضيف وقاعد انت شامم ريحه وحشه. اما بتلبس كوتش يعني بقى دلوقتي لبس شراب نضيف جديد وكوتش جديد، يجي يقلعه يجي لك صداع. انا مش عارف ريحته بتعمل كده ليه بجد، بصراحه انا مش عارف. يعني ده العيب ده مش فيك. ها انت انا مش انت الكلام ما ده جا- انت مش هتنزله. بالله عليك بالله عليك ما دخلت الجامعه قبل كده الناس كلها قسما بالله ما حصل. اقسم برب الكعبه ما حصل، والله العظيم ما حصل. كداب في العيد اللي فات. العيد اللي فات. في الوقفه في صلاه العيد. طب سامحني يا رب، انا اسف انا اسف انا اسف والله العظيم اول سنه بعملها. انا ما صليتش صلاه العيد اللي فاتت. يبقى الفجر. انا ما يبقى الفجر صليتش بتاع صلاة العيد. اللي يبقى فاتت. الفجر بتاع العيد. لا 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 انت كده الفجر كذاب. انا انت فاكر يوم اللي كذاب. صليت هو مش انا ما صليتش صلاه العيد والله يا جدع، اول مره في حياتي ما صليهاش، بس عشان كنت تعبان وطلعت نمت بعد الفجر كده ما عرفتش اصحى. عشان تعرف ان انت بتحور. أيوة، أنا بحور. علشان تعرف ان انت بتحور. انت كذاب. انت كده بتكذب. انت من اول الفيديو ما بتعملش حاجه غير ان انت بتكذب. خش بقى انت قول الميزه اللي فيها انا بقى. انت ما فاكش ميزه. انت ما فاكش ميزه خلاص. هي ما في... انت ما فاكش ميزه. ميزه ايه اللي اقولها؟ الفيديو لازم نشعل لا الجمهور. الجمهور ايه اللي تشعلله؟ تشعلله على حس يا انا؟ عم لا ده هشعلل لك الجمهور ماشي. لا. انا انت عايز تشعلل الجمهور ماشي. ادخل هتبقى بقى عايز- لا ادخل بقى قول لا انت ما تقوليش يا حبيبي انا لا، هقول ايه. انت تقول. انت ما تقوليش. هو انا بقول لك انت تقول لي ايه؟ لا يبقى انا اقول براحتي. قول الميزه ان انا بحب العب جيم ورياضه. لا 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 لا, لا مفيش الكلام خش ده على انت الميزة. بتشرب برشام. انا هتكلم يا باشا قدام الكاميرا براحتي. خش بس كده انت هتقول لي انت مثلا انا بحب العب رياضه وانا هقول لا ده بيحب يمشي مع نسوان. باشا انت بتقول براحتك انا هقول براحتي. طب ماشي يلا قول كده، بس هقول الكلام مش هيعجبني بظهر ايدي وهديك على وشك. طب ماشي يلا انا عايز الكلام مش هيعجبك. انا بقول لك الكلام مش هيعجبك. لا خلاص يبقى ما تقولوش يا حبيبي. لا هقول. يبقى انا اقول بقى، استنى انا اقول. انت بقى اتكلم في الفيديو لوحدك. اتكلم في الفيديو لوحدك. خلي الفيديو كله عامل كده. طب يلا قول. لا يلا قول. طب قول الميزه اللي فيا. انت ميزه ما فاكش ميزه. ليه؟ ما هو انت ما فاكش ميزه اقولها. انا عمال افكر ما فيش ميزه اقولها. ما الميزه دي لازم تبقى حاجه حلوه. انت ما فاكش حاجه حلوه. الله الله الله. انت قفلتني من الفيديو. ايه اللي احنا عمالين نعمله ده؟ خش انت بقى قول لي الميزه اللي فيك ان انت بتحب تلعب جيم. لا مش هقول لك كده. ليه يا حبيبي؟ مش هقول لك كده. ليه يا بابا؟ لا 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 مش هقول. انت هتفضل انا اجمل فيك وانت توحش فيا؟ عشان لازم تبقى كده وكده. انت خليتها كده وكده. ده هي كده بس. ده هي كده. انت ما خليتهاش كده وكده طب خالص. يلا اسمع كلامي بس. لا مش هسمع. انت مالك؟ انت مالك؟ خلاص بقى. ما تقوليش اقول لي انت مالك. انا اقول اللي انا عايزه. طب قول. ماشي. اقول طب انا العيب يا عم سيبني اقول بقى. ماشي. مش لاقي لك ميزه. طب يا جدعان دلوقتي اخش انا في العيب اللي بعد يا كده ابني شوف لاحمد ميزة. اخويا. ان انت لسه قايل عيب. ميزه. ريحتي وحشه. ريحه رجلي وحشه. اخش في العيب اللي بعديه. برضه عيب. انت مش قلت واحده وواحده؟ اخش في الميزه. اه ماشي. الميزه لما بيجي يلبس تيشيرت بيكويه، دي الميزه اللي فيه. ايه الميزه في كده؟ مش فاهم. يعني ما بتلبسش تيشيرت مكسر بس الريحه بس بتبقى ريحه وحشه. وحشه. طبعا. لا هي ميزه فعلا. طبعا. لا حاجه مميزه فعلا. بس هو بصراحه يعني احمد القصه فيه ان هو بيبقى حلو من بره لكن الريحه بتبقى صعبه. يعني هو بيكوي التيشيرت بيسبسب شعره بس شعره ما بيبقاش مغسول. الريحه طبعا عمال اجمل فيك. لازم اجمل فيك. لا انت قدام بتكذب. الناس. انت عمال تكذب قدام الناس. انت عملت. انا هقول الميزه. انت نسيتني كنت هقول ايه. طيب يا جدعان هقول ميزه في محمد بصراحه، ودي انا بلاحظها فيه على طول على طول. يعني دايما بيعملها. ميزه تبقى حاجه حلوه. ايوه ما انا هقول لك ما هي ميزه. بيلبس الشراب يعني المقطوع ما بيعرفش يلبسه على شبشب عشان ما يبانش، فبيلبسه على كوتش. فدي ميزه. في ناس بتلبس الشراب بتبينه مقطوع عادي ما عندهاش مشكله. عادي. بس ممكن محمد يكون في ثقب صغير. لا بس. مش ثقب بيبقى مقطوع يا جدعان بيبقى مقطوع يا جدعان فبيلبسوا على الكوتش علشان ما يبانش. فاهمين حاجه؟ لا. اكيد ما بيرضاش يلبسوا على بيبقى في شبشب. ثقب صغير بس. ما بيرضاش يلبسوا على شبشب بيبقى مقطوع فبيلبسوا على كوتش عشان ما يبانش. ودي ميزه بصراحه. بصراحه دي ميزه.
العيب اللي بعد كده في احمد بقى يا جدعان، ان هو بصراحه بعد ما بيخلص جيم ما بيستحماش خالص. انا بستحمى في الجيم وباجي خالص ما بيستحمى. اتمرنت معاك كذا مره في الجيم، خالص ما بيستحماش في الجيم خالص. قسما بالله خالص انت ما اتمرنتش معايا غير هي مره. المره اللي انت جيتها دي انا دخلت استحميت فيها. كداب. بقول لك والله كداب. يا عم انت مالكش ده دعوه. عيب فيه ان هو ما بيستحماش بعد التمرين. انا ما بستحماش بعد التمرين. وبيستحمى مره واحده في الاسبوع في الصيف، تخيل. في الصيف مره واحده في الاسبوع. في الصيف. طب قول في الشتاء عشان الناس لا، تصدقك. الشتاء عادي. الشتاء عادي ما تستحماش. لا. انت اللي معفن بقى مش انا. انت اللي ظهرت اهو يا معفن يا زباله. الشتاء فيه كسل، الشتاء فيه كسل. في كسل، في عفانه وقرف. لا، العفانه دي انت اللي عارفها. انا اللي عارفها. مش هطلع، ما تنفعش تقول لي كده قدام الناس. انت بقى اللي تقول لي كده قدام الناس. انا اقول لك انا اخوك الكبير. كبير على نفسك. يلا خش في الميزه اللي بعد كده. انا مش لاقي لك ميزه، ولو لقيت ميزه انا مش هقولها. خش بقى قول لي الميزه اللي فيك، ان انا بحب اهتم بنفسي قوي انت بتهتم بنفسك وانا بقى ريحتي وحشه وما بستحملش. قول لي بعد بس كده، التمرين. قول لي لا كده. مش هقول لك كده. لا. ليه؟ مش هقول الكلام ده. انا اللي هقول. مش هقول الكلام ده. انا براحتي اقول اللي انا عايزه. طب اسمع بس، قول لي الكلام ده. اسمع بس. خش قول لي ان انا بحب اهتم بنفسي. والله ما هقول الكلام ده. والله تاني ما هقوله. طب انا هقول اللي انا شايفه. انا مع اني مش شايف حاجه خالص. انا مش شايف فيك اي حاجه خالص. طب يلا عشان نختم الفيديو. اقول لك فيديو ايه؟ هو انت عملت حاجه؟ انت ما قلتش حاجه عدله في الفيديو علشان احنا نختمه. هو احنا بدأنا الفيديو عشان نختمه؟ ايه المميزات اللي انت عمال تجيبها دي؟ انا كل المميزات اللي انت عمال تقولها ما فيهاش ميزه اصلا. ايه الميزه في ان انا باكو التيشيرت بتاعي والبنطلون يبقى بتاعي؟ انت كده نجيف من بره، لكن من جوه لا بصراحه. ايه الميزه في كده بقى؟ انا بتكلم في ميزه غير عيب. فالعيب بيغطي على الميزه، والميزه بتغطي على العيب. انت كرهتني في الميزه والعيب. انا كرهت الميزه والعيب. يا بابا انا لازم اقول لك عشان نشعل الفيديو. انا اقول لك انت زباله وحقير، تقول لي انت حيوان ومش متربي. انا اقول لك ليه يا ابني؟ ليه لا مش ليه عشان نشعل الفيديو. عيب يا ابني هتطلع اشتمك وتشتمني عشان ما انا اشتمك لا وانت تسحب. لا انا مش انا هتشتم. اشتمك وانت تهجي. لا انا اشتمك وانت تهجي. يا عم انا مش هتشتم. انت عايز تشتم هشتمك وههزقك عادي. يلا. لا انا اللي هشتم. لا انت مش هتشتم. ليه انا مش بقول لك ايه؟ طب انا هقول لكم يا جدعان. بقول لك ايه، انا مش هعمل حاجه يابا. خلاص هي كده جبرت وايه الحمد لله. بس والله. طب اوعى التيشيرت. بص للكاميرا دلوقتي يا جدعان. هخش على العيب اللي بعد كده، ان احمد اخويا ده من اوسخ والله انت ما شفت اوسخ وازبل منك. وانا مش هكمل الفيديو ده. انا اسف. الرجل وجعت. يا ابني خد والله بهزر معاك. برضه يا جدعان مش عايز يجي يختم معايا الفيديو، فانا كده هختم الفيديو بكده. انا عملت اللي انا عايزه وضحكت واتريقت عليه، وطبعا كل اللي انا قلته دوت مش صح خالص، ولا ميزه ولا عيب. ده صح، ده مفيش حاجه صح في الكلام ده خالص. بس كده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو وصلت لاخر الفيديو ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اهم حاجه تدوس لايك للفيديو دوت وتستنى كل فيديو جديد.